الناس اللي طالعه بتقول انا ليه بنتقد كولر وليه عايزه يمشي من الاهلي وايه هيفقد الاهلي هويته، افهمك بس ركز معايا. كولر من يوم ما جه الاهلي وانا بقول عليه مدرب جيد بس مدير فني سيء، عكس مثلا فايلر كان مدير فني ممتاز وعنده ابتكار وعنده متعه في الاداء وبيحب لعيبه الكوره، بس كان مدرب سيء. تمام، دي وجهه نظري. تمام، بس انا افضل المدير الفني الممتاز، لان كلمه المدرب دي ممكن حد تاني يعوضها. مدرب ممكن حد تاني يعوضه، انما لما تبقى انت مدرب جيد بس ما انتش مدير فني، دي ما تتعوضش. دي ما تتعوضش. بمعنى فايلر كان بيحب لعيبه الكوره، كان رقم واحد عنده مثلا قفشه، كان بيحب لعيبه الكوره، كان بيحب اللعيب المبتكر، اللعيب اللي عنده كوره عنده جوده. كولر لا، اي حد بيعرف يلعب كوره مع كولر مش هيلعب كوره في الاهلي. اديك مثال، امام عاشور اول ما جه الاهلي ما كانش هيلعب كوره مع كولر في الاهلي، بس عشان الصفقه كانت مهمه وكان لها صدى قوي، كابتن محمود الخطيب قعد معاه قبل ما يسافروا السعوديه كاس العالم للانديه، قبل ماتش الاتحاد السعودي. انا بقول لك كلام انا عارفه، وقال له ده لازم يلعب، انا جايبه عشان يلعب. تمام، ما تستغربش من الكلام اللي انا بقوله لك. قفشه الراجل ده يعتبر حرفيا ما بيلمسوش الكوره، سيبك من الكام دقيقه اللي قفشه بينزلهم. قفشه لعيب مميز، لعيب مبتكر، عنده الابتكار. الحاجه اللي فارقه دلوقتي مثلا الزمالك عن الاهلي، وجود عبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي، وجود مثلا القندوسي في سيراميكا. اللعيب المبتكر، اللعيب المبتكر. جبنا له رضا سليم احسن لعيب في المغرب، ما لمسهاش في الاهلي. على فكره عمر الساعي مش هيلمسها في الاهلي، لان عمر الساعي لعيب كوره، عنده كوره، عنده الابتكار. علي معلول هو كان مجبر عليه، جه لقاه قامه كبيره في الفرقه. دايما تلاقي اللي كولر يحبه اللعيب الاجريسيف، اللعيب اللي بيستخلص الكرة بدون اخطاء. اللعيب الاجريسيف زي اكرم توفيق، اللي بيستخلص الكرة بدون اخطاء زي مروان عطية، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم. دي دايما تلاقيها لعيبة مهمة عند كولر. كولر مشى القندوسي ومقعد رضا سليم ما بيلمسوش الكورة، على الرغم من كده بيلعب طاهر محمد طاهر، ومشى كريستو بيلعب طاهر محمد طاهر ما بيعرفش يلعب كورة. انا لو بلعب خماسي مش هختاره معايا، قلت الكلمة دي كتير، اللي متابعني عارف ان انا بقول عليه كده على طول. لو بلعب خماسي مش هختاره معايا، طاهر محمد طاهر ما بيعرفش يلعب كورة خالص. تمام، ده غير بقى الافتكاسه الاخيره في ماتش سيراميكا ان هو يلعب امام عاشور جناح ويقعد حسين الشحات بره، ويلعب من غير فرود ويقعد وسام ابو علي بره. دي كانت افتكاسه جديده. انت راجل مدرب مش مدير فني، ما بتعرفش تعمل حاجه فنيه، فما تحاولش تالف. في مدربين على فكره بيبقى مدرب مش مدير فني بس بينجح لانه ما بيالفش. يعني عندك موسيماني مثلا، عمره ما حط تشكيل صح تقريبا، دايما كان بيجود في التشكيل، بس مدرب على الخط ممكن يعمل تغيير يقلب بالماتش. كان بيبقى مركز في المباراة بشكل بشع، شايف المباراة وشايف لعيبته في الملعب. تعال انت بقى على كولر، ماسك الورقة بيكتب وما بيغيرش، ما بيعملش تغييرات. الاهلي لازم يمشي كولر.